نادي الأدب برنامج أدبي يتناول الأدب العربي الحسني عرضا ومقارنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم وسهلا في حلقة الليلة من برنامجكم نادي الأدب. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين لها نتناول موضوع الغزل العفيف، ولها نخص الحلقة الليلة الشاعرين ابن زيدون ومحمد لدب.
ابن زيدون هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي، واحد من أهم شعراء العهد الأموي في الأندلس. تناول ياسر من أغراض الشعر العربي وبرز بشكل واضح في الغزل العفيف. ارتبط اسمه في الأدب العربي بولادة بنت المستكفي الأندلسية، وقال عليها روايع مازالت خالدة إلى اليوم، وقطعا عن أهم أسباب هذا الخلود وهذا الجمال الموجود في هذه القصائد هو العفة والطهارة والنقاء والقلب وزين التخمام اللي تميز به ابن زيدون. ومحمد لادب شاعر معروف وعالم جليل، اشتهر بالورع وبالتقوى وزي اللقنة ونظافته. وقال ياسر حتى هو من الروايع اللي مازالت إلى اليوم من أهم القطنقال في الغنى الحساني، وخصوصا في الأطلال وفي الغزل العفيف. الغزل العفيف ومكانة الغزل العفيف وأهميته عند الشعراء هو موضوع حلقتنا الليلة. في موضوع الغزل العفيف ومكانته عند الشعراء العرب واهتمامهم به، يقول ابن زيدون: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ألا وقد حان صبح البين صبحنا حين، فقام بنا للحين داعينا. من مبلق الملبسين بانتزاحهم، حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا. أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا. قضى العدا من تساقين الهوى، فدعوا بأن نقص فقال الدهر آمينا. فانحل ما كان معقودا بأنفسنا، وانبت ما كان موصولا بأيدينا. وقد نكون وما يخشى تفرقنا، فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا. يا ليت شعري ولم نعتب أعاديكم، هل نال حظا من العتبى أعادينا. لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا، ولم نتقلد غيره دينا. ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد بنا، ولا أن تسروا كاشحا فينا. كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه، وقد يئسنا فما لليأس يغرينا. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. نكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تآسينا. حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا. إذ جانب العيش طلق من تألفنا، ومربع اللهو صاف من تصافينا. وإذ هصرنا فنون الوصل دانية، قطافها فجنينا منه ماشينا. ليسقى عهدكم عهد السرور، فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، إن طالما غير النأي المحبين. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أمانينا. يا ساري البرق قاد الغصر واسق به، من كان صرف الهوى والود يسقينا.
واسأل هنالك هل عنا تذكرنا إلفا تذكره أمسى يعنينا. ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا من لو على القرب حيا كان يحيينا. فهل أرى الدهر يقضينا مسعفة منه وإن لم يكن غبا تقاضينا. ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا وقدر إنشاء الورى طينا. أو ساقه ورقا محضا وتوجه من ناصع التبر إبداعا وتحسينا. وابن زيدون في هذه القصيدة واللي قد حد من خلال قراءة أبياتها يوقف على نفسية الشاعر وعلى حزنه العميق وتأثره الواضح بفراق الحبيب، وذاك واضح في الاستهلال أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. وهون واضح مستوى التأثر على اعتبار عن التنائي تعني التباعد والتداني تعني التقارب، وذا معناه عن الشاعر باقي فيه البعد على الأحباب ومأثر عليه حتى. وينصل ابن زيدون على الغزل العفيف ويبدع فيه من إن قال: لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا ولم نتقلد غيره دينا. أكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت لفقدكم أيامنا فقدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا. وهون تضاح عفة ابن زيدون وطهارته، وذا واضح في تعامله مع الموضوع. يحبني كثيرا حبيبتي من أجبروك حبيبتي أجبروك أني لا أملك عبيد القصور وليس بيدي عقد ماس بما أحيط جيدك الصغير أقول لهم بكل عبوات يا حبي الأول والأخير أقول لهم كفاني بأنه يحبني كثيرا حبيبتي يا ألف يا حبيبتي حبيبتي يا ألف يا حبيبتي حبي لعينيك أنا كبير وسوف دائما كبيرا وسوف دائما كبيرا دائما كبيرا. إن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. محمد لا دب حتى هو قال ياسر من لقنا العفيف الزين ومنه هذا الطلع. اسبوع يظلوا فيه جموع القيد على راسي حياك من الجلات حياك اسبوع مزالوا في الناس حياك. زهدني فعيد من بعيد ارجي ويدوجن والرشيد ياسر عادي زهد فعيد ذا الوكر ذاك الوكر ذاك.
ما هو حد فوكرك من سيد الوافي الوكر والابراك، ما هو برك يجيك التوحيد ذا قده والفكرة وخلاك من اهلك، نقصك غير يزيد خلاك من اهلك بعد غلاك، يا الوكر اياك الله يعيد بهلك ومنين يريد حذاك، تعود الحلة فم يريد من بعيد وعيدك مراك، تفقاد نسيته وجبيد الاخبار نسيته وحراك، غير خلع عنا يا المجيد ما ننسى مالك الاملاك، اسبوع يظلوا فيه جموع. وزهدت في البتيت وغزيت اللي زاد زهدت في البتيت، مالي لعد بالاحباب تليت، وزهدت في الاحباب من وراك ومنعدك مال تهيت، وريت من تقلاب الدهر والافلاك، ياسر وساني ما شكيت مراك اني لاهي ننساك، جدبك عندي رياضة تميت، وربيعك واهلك ذوك وماك، ومنين رخاوك ما رتخيت عندي تميت الا بغلاك، غير انا نفنا ما سويت، واسودي تبقى زاد معاك، اسبوع يظلوا فيه جموع، القيد على راسي حياك، مجلاتي حياك، اسبوع مزالوا في الناس حياك. ولا دب في هذا الطلع يبدأ بمقدمة طلالية يظهر فيها حنينه على تراب معينة يعرفها في زمن زين، ويدخل مجال الغزل عفيف من ينقال، مالي لعد بالاحباب تليت، وزهدت في الاحباب من وراك ومنعدك مال تهيت، وريت من تقلاب الدهر والافلاك، ياسر وساني ما شكيت مراك اني لاهي ننساك، ومن ذي القطعة تضاح عفة ولا دبا وطهار تغناها.
وجدول الأحزان في أعماقنا تنمو كروم حولهم وغلال تنمو كروم حولهم وغلال وليلة ما تسحقنا فنموت نحن وتزهر الآمال بأي شيء تعبي ويسر وشكر الدار وهذه الكف التي تختار نقبل الكف التي تقبل ونقبل الكف التي كدر تأثير الفراق والوقوف على الذكريات واضح عند ابن زيدون من مبلق الملبسين بانتزاحهم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا. واضح عند ولا دبا اتفقاد نسيتو وجبيد الأخلاق نسيتو وحراك غير خلع عنا المجيد ما ننسى مالك الأملاك. وهون يوضح حزن الشاعرين وتأثرهم بالفراق وتأثير الذكريات عليهم. ابن زيدون قال بانتزاحهم وهذه إشارة للبعد، ولا دبا قال اتفقاد نسيتو وهذه إشارة لطول العد. ارتباط الشاعر بماضيه وذكرياته واضحة في البيت لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا إن طالما غير النأي المحبين. هذا المعنى قبال هو العين عليه ولا دبا منين قال ياسر وساني ما شكيت مراك الإله ننساك. وهون واضحة وحدة المعالجة الأدبية عند الشاعرين من خلال استخدام نفس الفكرة ونفس الأسلوب. ونقع العوالي في هوا العوالي في هوا في هوا لو كان العوالي والدي ولو كان العوالي والدي حميت أركب الزيت
وبهذا أعزائي المستمعين نعود لحقنا باب شاعر الحلقة، ولهذه الليلة اخترنا الشاعر معروف الرصافي. معروف الرصافي شاعر عراقي معاصر، ولد سنة 1875 وتوفي سنة 1945. كان موجود في فترة الانتداب البريطاني على العراق، وناضل بالكلمة وبالقلم ضد الاستعمار، وقال ياسر من شي زين، وهذه واحدة من أبرز قصائده. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة، وتنعش من صميم المجد روحا بأزهار لها متضوعات. ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات، وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة، فيا صدر الفتاة رحبت صدرا فأنت مقر أسنى العاطفات، نراك إذا ضممت الطفل لوحا يفوق جميع ألواح الحياة، إذا استند الوليد عليك لاحت تصاوير الحنان مصورات، لأخلاق الصبي بك انعكاس كما انعكس الخيال على المرآة، ومضربان قلبك غير درس لتلقين الخصال الفاضلات، فأول درس تهذيب السجايا يكون عليك يا صدر الفتاة، فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات، فما للأمهات جهلن حتى أتينا بكل طياش الحصات، حنون على الرضيع بغير علم فضاع حنو تلك المرضعات، أم المؤمنين إليك نشكو مصيبتنا بجهل الأمهات، فتلك مصيبة يا أم منها نكاد نغص بالماء الفرات. إلى ارتكاك تصبح فجرية
تعلقت بالأسباب دون مدبر تعلقت بالأسباب دون مدبر فقطاب فقطاب انقلبت إلى خسري ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري لم أحتج لزيد ولا عمري يا سراج الخبير برفق أشرح سيدي بالرضا صدري والبس مع ذل بعزك عزة وأسبل علي ستر يا مسبل الستر ولا تمتحني بالورى بعظيمة يضيق بها نقي ويفنى لها صبري ورات الأعداء كيف تكيدني أعداء كيف تكيدني فخذها بكف الكف من حيث لا أدري أصل ما عشنا عن سؤال مهلة بفضلك واشمل وبهذا أعزائي المستمعين نعود لحقنا باب الأسئلة، ولا نحتاج نعلل رصايا الأصدقاء البرنامج عنهم يواصلوا مشاركاتهم ومراسلاتهم للبرنامج، ومرحبا بهم كاملين وسهلا في أصدقاء برنامج نادي الأدب. في الحلقة الماضية طرح البرنامج سؤالين على المستمعين الكرام. السؤال الأول هو: من القائل؟ من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار؟ وهذا البيت من قصيدة للشاعر العباس بن الأحنف، والبيت من قصيدة يقول فيها الشاعر: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا سلك الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار.
نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار. وتوصل جواب هذا السؤال كل من علي سالم المهدي بريكة، أحمد يسلموا، محمد سالك. ومشكورين الإخوة كاملين على اهتمامهم بالبرنامج ومشاركاتهم فيه، ومرحبا بهم كاملين وسهلا في أصدقاء برنامج نادي الأدب. السؤال الثاني في الحلقة الماضية هو: من القائل يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وهذا البيت من قصيدة للشاعر بشار بن برد، والبيت من قصيدة يقول فيها الشاعر: وذات دل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا. فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أملي فاسمعيني جزاك الله إحسانا. قالت فهلا فدتك النفس أحسن من هذا لمن كان صب القلب حيرانا. يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قالوا بمن لا ترى تهذي؟ فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان. لو كنت أعرف أن الحب يقتلني أعددت لي قبل أن ألقاك أكفانا. لا يقتل الله من دامت مودته والله يقتل أهل القدر أحيانا. وتوصل جواب هذا السؤال كل من باهية الزهو عجين، محمد أحمد محمود، الدحة سيدي عثمان، محمد سالك. ومشكورين الإخوة كاملين على اهتمامهم بالبرنامج، ومرحبا بهم وسهلا في أصدقاء برنامج نادي الأدب. لكيف صمتي
وبهذا أعزائي المستمعين نعود الحقنا نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي هذه تحيات حمدي ميارة يحييكم، وإلى اللقاء. نادي الأدب. نادي الأدب برنامج أدبي يتناول الأدب العربي الحصري عرضا ومقارنة.